وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي نبي تعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله بسم عليه. الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه
وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار ثرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وزرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الهاك في عالم كرسه الواسع تجليا قد بانتشار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الشكلان وتنتشر أشجاره في الأكوان فما من شيء اتصل به قلب منير إلا من صوابر فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب صروره قد توالى يا لقلب صروره قد توالى بحبيب الأمان أنا من ولا بحبيب الأمان أنا من ولا على قلبي سروره قد توالى على قلب سروره قد توالى بحبيب الأمان أنا من ولا بحبيب الأمان أنا من ولا جل من رفع الوجود بنوره غبر القول بهجة وجمالا قد ترقى في الأرض عدل وقامي وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب الأمان أنا من ولا بحبيب الأمان أنا من ولا يا عطاء العيون مما اجتلته بشرا كاملا يذيع الضلالا وهو من فوق علمي قد رأته رفعة في صوني وكمالا يا لقلب سروره قد توالى الله
ما نوالا بحبيب الأمال أنا ما نوالا. فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهر في تآكل معانيه الجنان انتشر منه في ألم البطون والظهور ما ملأ الوجود والكيان فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فجأته هذه البشارة وتلقتها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تتمنه الجنان من التصديق بها والإسرار تثبت فيها في الصدور من الإيمان قواعد واتله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سوائد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فقده ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان سلمة جهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمه من مئنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأسمائها وأزكى التائيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيه العدل الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينتشط بها ومصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويؤتب بها بعناية الله في ربه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صومة المجه بالقرب وتفيعوا دلال شرف أهله بهوده وحبه ما أعذر أقوانا بنرق ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كادت الأقدار الأزلية بما كادت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة البشر لا كالبشر
ونورا حير أفكاره وبهر فتلقى زاهمة الراكم بهذه الهروب بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تؤرب الأكلام عن شؤون الخير الأنام، ولكن حزني إلى تدبير ما حفظته من سير الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. وبكى الراية في الكون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التألق بهذه الهدرة الكريمة ولا عجن تشوقي إلى سماع أوصافها العزيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حن مستقو لما صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حن مستقو والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم وأنا ديا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حن مستقر يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المبتكى صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام بحنا يا الله يريك يا الله حمو
تكرموا بنظرتي يا أهل الحي صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبي تكون والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النفوس تكون لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من هذا الهبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حداقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم
إلى من خص سطح بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج، والعيون متصوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء عالم الظهور بعد تنكله بالبطون والظهور، فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة الآسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على الحضور وجود هذا المولود،
فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أصول وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المثاني فهذروا اليوم ندارا واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تبرر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤيد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يصلعت إذا بنى بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك اللهم صل يا وسلم رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك
إلهي جد وملك الله مصطفى محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا وخيري ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا أي مرحبا لمحمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الرسائل مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الرسائل مرحبا مرحبا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع ما بدا شكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله وبليغ المختار أنا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh yai dan nyainya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Oleh karena itu perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus, anak ini diberi nama Siti Aisyah Humaira binti Muhammad Iqbal Tawakal. Semoga anak yang diberikan nama dengan Siti Aisyah Humaira ini akan menjadi anak yang solehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti
berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد القونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد استصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا.
وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين إجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم واليتيم والأرملة وله مع سهول الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأرت الطرق والمنازل وبأر في ذكر طيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصفه إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب إنانه فقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده بالعلم من وقائع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن تقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المهسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك
وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق جبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة النار اللهم إنا نسألك رضاك ونحن نعوذ بك سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح المرحومين المذكورين أسماءهم المرحوم حج توفيق هدايات بن عبد الله ثم إلى المرحوم عبد الله بن مهري ثم إلى المرحومة سعدية بنت ياسين ثم إلى المرحومة نور حسنة بنت عبد الله ثم إلى المرحومة أم كلثوم بنت محمد ياسين ثم إلى المرحومة وتني بنت محمد ياسين ثم إلى المرحوم بيزوري بن عبد الرزاق ثم إلى المرحوم محمد مختار بن محمد نوح
ثم إلى المرحومة سلمى بنت محمد علي ثم إلى المرحومة حسنى بنت محمد علي ثم إلى المرحومة hayani binti Muhammad Madani thumma ila rul marhumah Yunita binti Muhammad Madani thumma ila rul marhum Edianto bin Muhammad Madani thumma ila rul marhum Dainal Arifin bin Anwar thumma ila rul marhum Rahwi bin Muhammad Muhtar ثم إلى المرحوم سنوسي بن محمد مختار ثم إلى المرحوم فهروي بن بيجوري ثم إلى المرحومة مرياني بنت محمد مختار ثم إلى المرحومة ميمونة بنت محمد ثم إلى المرحومة مرحوم زيني binti Zainuddin thumma ila marhum Amin bin Ela thumma ila marhumah Zahara binti Yamin thumma ila arwah walidina wa walidikum anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhilul jannata bi rahmatih wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أكل القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. من لا يسألكم أجرا وهو مهتد.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم قدرنا منازل تعالى كالوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نريكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على
أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين.
الله يا الله. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة منه القوى الله أحد والمعبد مجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم الحاج توفيق هداية أن الله يغفر له ويرحم والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث عظامنا عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونودي ثابا إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وذريته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسول المحجي الرحمن بن عيسى وابن عبيد الله والمفرم والأستاذ الأعظم سيدنا المقدم الحبيب محمد بن علي بن المفرم والمقدم الثاني عبد الرحمن صقاب ثم إلى أرواح جميع الأنبياء على المكان ومشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت والحار والجنوب البلاد من الأبي علوي من الأقطاب والأنجاب والأوتار والأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين والحاضرين والشمال والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصفة المحقين مكان مشرك الأرض إلى مغربها ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهم المذكورين أسماءهم ولم نذكر منهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم أخينا
المرحوم برحمة القيوم أخينا توفيق هداية بن عبد الله أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنته برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإتقا له من النار وصدقا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanaka wa biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para habaib, para tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kata sambutan, kami ada sebuah pantun. Daun salam di tepi sumur boleh diambil untuk sedekah. Bagi yang menjawab salam, kami doakan semoga panjang umur yang panjang serta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para habaib, para asatis, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Umar Abdul Aziz, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustad Muhsin Al-Habsi, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustad Al-Habib Sukri Sahab, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustad Abdurrahman Hasan Al-Absi, yang kami hormati Al-Habib Al-Ustad Husaini, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustad Abdullah Basin, yang kami hormati para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para habaib, para asatis yang mungkin tidak dapat kami sebutnya namanya satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat kami, rasa takzim kami kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita telah dikumpulkannya bersama di kediaman saudara kami almarhum Taufik Hidayat, yaitu dalam rangka haul almarhum yang kelima. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di pagi menjelang siang hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, para habaib, para sesepuh yang kami hormati, pertama-tama kami mewakili keluarga besar banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum-antum sekalian memenuhi undangan kami sekeluarga besar, yaitu dalam rangka haul saudara kami Haji Taufik Hidayat bin Abdullah bin Haji Mahri bin Abdul Majid yang kelima. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ucapan terima kasih kami kepada segenap panitia dan juga para tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan maupun penempatan mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak atau antum-antum sekalian. Kami mewakili sahibul hajat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para habaib, para asatis, para jemaah yang kami hormati, tadi telah kita mulai bersama pembukaan dengan sama-sama pembacaan maulid, kemudian yasin, tahlil dan doa. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang dalam hal ini kami mintakan kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Sukri bin Sahab. Kepada yang terhormat Al-Mukarram kami tidak membatasi waktu, kami persilakan untuk memberikan tausiah yang seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya. Dan kepada para jemaah sekalian untuk bersama-sama kita dengar kita perhati apapun yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Dan yang terakhir, setelah selesai acara nanti, kami suara besar setelah menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk antum-antum sekalian. Kami mohon untuk dapat dinikmati hidangan yang telah kami siapkan. Kalau mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kata sambutan kami mewakili keluarga besar almarhum. Dan kami tutup lagi dengan pantun, sungai Musi airnya tenang, tempat orang memancing ikan. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Kami akhir ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقل اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majlis haul majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para asatidz, hadir bersama kita orang tua kita, guru kita yang mulia Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, Ustaz Abdul Rahman Sarsaini, orang tua kita juga Ustaz Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Kaf, dan masih banyak lagi para habaib dan juga para sepuh yang alhamdulillah kita dikumpulkan Allah di tempat yang baik dengan acara yang baik
dikarenakan orang yang baik. Sementara di sana ada pula ikhwan orang-orang yang tidak baik berkumpul di tempat yang tidak baik karena orang yang tidak baik pula. Alhamdulillah perkumpulan seperti ini pun yang kita lakukan semuanya baik. Fa insyaallah kita semua adalah orang yang dipilih Allah, dipilih, dikumpulkan dan kita pun dimuliakan oleh Allah insyaallah taala berkat almarhum. Orang sosok yang kita kenal adalah seorang yang baik yang menjadikan Allah memberikan manfaat dengan apa yang Allah titipkan kepadanya, dan mudah-mudahan keberkahan tetap terus ada pada keluarga ini walaupun almarhum telah wafat kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan insyaallah taala Allah perbanyak orang-orang seperti beliau, Allah munculkan orang-orang seperti beliau, dan insyaallah taala kita semua pun diberikan Allah istiqamah untuk menjalankan syariat Allah, syariat baginda Rasulullah, dan terus berjalan di jalan yang baik sampai kita diwafatkan dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama sayyidun orang-orang pemimpin orang yang terbaik yaitu baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi menjelang petang siang hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, bertasbih, bertahmid, salat Nabi Muhammad SAW. Kita mampu datang ke tempat ini dengan izin Allah, karena dikehendaki oleh Allah. Namun Allah memunculkan di situ adanya sebab. Sebabnya semua kita jelas tahu karena almarhum Al-Ustaz Taufik Hidayat atau lebih kita kenal dengan Ustaz Rijal. Beliau telah wafat, tapi alhamdulillah istri beliau, anak menantu beliau tetap mengumpulkan orang-orang yang dulu berkumpul bersama beliau semasa hidupnya untuk tetap juga melakukan amal-amal yang baik. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, Allah telah membukakan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah telah memberikan kepada manusia ilham atau berpikir yang baik dan yang buruk. Waja'alnahum najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah tunjukkan jalan baik, jalan buruk. Allah pun memberikan kepada kita pemikiran untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Tapi subhanallah, kadang-kadang manusia tidak bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Terkadang manusia tidak mampu memilih jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Bukan karena mata yang di kepala ini buta, tapi karena mata hati yang buta. Sehingga kadang-kadang kita menyaksikan di zaman kita sekarang bingung, ngapung ini macam ini kita. Padahal ini kadang-kadang maaf, orang itu pinter, orang itu punya kelebihan, tapi dia tidak mampu untuk menuju ke jalan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Bahkan dia memandang orang-orang yang kumpul seperti ini dalam kebaikan adalah suatu yang salah. Ma'asyarul ahwan rahimani rahimakumullah. Yang bisa menjadikan seorang itu bisa mampu melihat baik dan buruk itu banyak faktor. Di antaranya musahabah, berkawan ikhwani. Ini almarhum kita panggil Ustadz Ijal lebih ngetopnya. Mungkin kalau kita tanya kapan Ustadz Ijal ceramah, kapan beliau muka kita ngajari wong ilmu, mungkin tidak. Tapi kita pun meridhoi ketika titel itu ditempelkan kepada almarhum, karena beliau hidupnya bergaulnya dengan para ustadz. Ada apa-apa beliau bertanya sama ustadz. Sehingga kalaupun ada uang yang nanya sama beliau, beliau bisa jawab karena bertanya sama ustadz. Minta maaf, habaib ikhwan rahimakumullah, cepatnya uang dapat titel ustadz. Minta maaf ikhwan. Tidak apa-apa, selagi tidak ngaco-ngaco. Ya, maaf, galak mimpin tahlil, panggil uang ustadz. Ngajari ke bahana hadroh, panggil uang ustadz. Terus lagi mungkin, ya Bilal, ngurusi mayit, ya di Palembang ini. Panggil uang juga ustaz. Bahkan ini pengalaman pribadi Habib, budak yang biasa khidmah sama kita nyetir mobil karena setelannya baju koko kopiah, panggil uang ustaz juga. Nah tinggal yang punya badan pacak dan ngawak diri. Kadang-kadang kita senang dipanggil ustaz. Kamu yang rajin ke majelis di kampung dengan setelan kamu, apalagi pakai rida, panggil uang ustaz. Nah kalau titel ini tidak kita salah gunakan, ya labas tidak apa-apa. Ya ini kadang-kadang uang ini tidak ngerti hukum, tidak ngerti apa-apa karena sudah ketempelan ustad. Hanya orang nanya apa dia tidak pacak, jawabnya pecaknya kalau tidak salah. Kalau nanya pecaknya kalau tidak salah. Naudzubillah min
dzalik. Ikhwan rahimakumullah, sosok almarhum kita kenal. Beliau diberikan Allah maziyah. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah mampu dan berhak memberikan kemuliaan, kedudukan apapun kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah bisa mengangkat derajat siapapun yang Allah kehendaki. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Wa tanza'u min mulka mimman tasha wa tudzillu man. Allah juga bisa mencabut suatu kemuliaan, suatu kedudukan dari seorang siapapun yang Allah kehendaki karena kesalahannya barangkali, karena kehilafannya barangkali, karena dosanya barangkali. Wa yudzillu man sya, dan Allah bisa menghinakan siapapun dalam satu saat, dalam satu seketika. La mani'a lima a'taita ya ikhwan. Allah kalau hendak memberi kepada seorang hamba pemberian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Seperti kecerdasan yang Allah berikan kepada seorang anak. Kita kadang-kadang bangga nyinggung anak kita cerdas, IQ-nya melampaui orang banyak. Ini suatu nikmat dari Allah. Seperti yang didapatkan almarhum juga kita katakan adalah pemberian dari Allah. Kadang-kadang bil kasab, kadang-kadang bil ghairi kasab. Kadang-kadang cerdas itu didapatkan karena berlatih sampai dia terasah. Kadang-kadang tanpa dia berlatih, tahu-tahu Allah sudah berikan kecerdasan itu asli. Begitupun kepandaian yang lain-lainnya. Kadang-kadang maziyah pemberian dari Allah. Tanpa dia meminta, tapi Allah memberikan. Tidak ada yang mampu mencegah itu. Tapi kadang-kadang orang harus bil kasab, berusaha, berlatih, mencari, dan akhirnya dia pun dah dapat. Ikhwan rahimakumullah, kepandaian, kelebihan, baik itu kemampuan yang kita saksikan pada almarhum dengan izin Allah, begitu banyak amal baik beliau. Orang-orang yang sudah muter ke sana muter ke sini, kebingungan dengan penyakit, dengan masalah yang subhanallah, lah ke dokter A sampai Z, tak sembuh. Ada yang coba kamu ke Ustaz Ijal di dekat Tanggotakat, datang sini dengan izin Allah, dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti ini ikhwan, sama juga dengan wong punya duit banyak, itu harus yang ngarahkannya harus ada. Seperti beliau alhamdulillah dekat dengan Ustaz Gadir, Ustaz Abdul Gadir guru kita, dekat dengan Ustaz kita. Ya, beliau sering sowan ke Rubat waktu kami masih di Rubat dulu, tidak lepas ngari belajar. Bahkan beliau hidupkan majelis taklim di rumah beliau. Beliau pun memilih seorang ustaz sebagai menantu. Ini semua diusahakan agar apa yang beliau miliki berkah. Orang punya duit kalau tidak bergaul dengan orang baik, ikhwan, larinya duit itu ke tempat yang salah. Bahkan boleh jadi untuk bermaksiat. Bahkan boleh jadi dengan duit dia akan berbuat kezaliman. Ketika seorang itu dengan musahabah, teman yang baik, maka duit itu akan diarahkan ke tempat yang baik. Kecerdasan itu akan diarahkan ke tempat yang baik. Semuanya akan menuju ke tempat yang baik. Nah, lingkungan ini penting terutama untuk anak-anak kita. Dikatakan al-buq'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan itu begitu cepat akan merubah seseorang. Ketika orang ini selalu berjalan di jalan yang baik, kumpul dengan orang baik, maka yang akan muncul itu yang baik-baik. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Taqwa ini akan muncul. Kenapa? Duduknya dengan asatis, duduknya dengan majelis taklim, duduknya dengan orang-orang yang menuntut ilmu, duduknya dengan orang yang punya sifat warok, duduknya dengan orang yang sifat karom, maka itu akan menular kepada kita. Menjalis janis. Orang yang duduk dengan satu kelompok, dengan sifat mereka akan nempel kepada kita ketika kita selalu duduk bersama mereka. Ngembek dan ngembek dapat. Apalagi memang kita berusaha mencari untuk mendapatkan sifat-sifat mulia mereka. Terbawa ikhwan, terbawa tanpa terasa. Tapi subhanallah, untuk efek baik ini kadang-kadang lebih sulit daripada efek buruk. Anak kita didik untuk tidak pernah berucap kalimat kotor, tidak pernah berucap kasar. Suatu hari kita kebetulan nak pergi dari pagi sampai sore. Kita titipkanlah anak kita yang masih kecil ini kepada saudara kita yang kebetulan tinggal di kampung yang bukan di tempat kita. Kebetulan kampung itu atau komplek itu pergaulannya lepas, bebas. Anak-anak kecil itu biasa ngomong kotor, biasa teriak, biasa berbuat kasar. Pagi kita titipkan, lalu dibiarkan anak-anak main dari pagi sampai sore. Malam kita bawa balik. Kita jemput, fisiknya tidak berubah. Fisiknya tidak berubah, lah dimandikan, lah pakaian baju rapi. Begitu ada sedikit insiden, dia rebut sama kakaknya, berebut HP. Nah kan berebutnya HP, kalau dulu mainan pak. Ya kalau dulu berebut mainan, ini berebut HP. Langsung keluar kalimat setan kau. Dari budak kecil tadi. Sebelumnya tidak tahu dia kalimat itu. Teriak dia. Biasanya sebelum tidak pernah.
Cepat nian langsung terekam yang buruk itu kepada sang anak. Terkejut, dari mana kau dapat ucapan ini? Dari mana ikhwan? Dari lingkungan. Maaf ikhwan, jangankan budak kecil, kita yang sudah dewasa, yang sudah tua ini pun akan cepat terpengaruh oleh lingkungan. Berkumpul dengan orang baik akan menjadikan kita orang yang baik. Mau tidak mau kita akan dapatkan itu kebaikan insya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang salah, maka kita yang baik akan menjadi orang yang salah pula. Ikhwan rahimani rahimakumullah, sekedar mengingatkan, di sempat ini kami sudah beberapa kali mengingatkan juga, karena memang satu topik ini biasa ngada ke majelis dekat-dekat tahun baru. Dekat-dekat tahun baru, bahkan kadang-kadang di pecilnya pas malam tahun baru. Nah, tidak lama lagi malam tahun baruan, 15 hari lagi, tidak usah dihitung. Ya, jangan jadi orang lolo kakek. Ngitung berapa detik, tik ngelongok. Ya, masya Allah, sampai ada belagak ke orang ustaz. Lampu belagak terang, persiapan masya Allah. Anak tak ngeluh itu, anak cuma mengingatkan anak sama antum. Malam itu subhanallah, dengan izin Allah bertepatan dengan malam yang mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tak tertolak doa, kata Rasulullah. Ingat ikhwan, kalau orang ngejokan malam tahun baru, bahkan ngejokan nak kumpul di mana, hotel mana, taman mana, kebun mana, apa acara disiapkan, kita juga harus punya. Kenapa? Bi'idznillah habaib subhanallah, malam tahun baru tahun ini bertepatan malam 1 Rejab. Malam 1 Rejab. Yang mana malam 1 Rejab ini kata Rasulullah termasuk 5 malam yang tidak tertolak doa kita. Khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Lailatul awal min syahr Rejab. Malam pertama dari bulan Rejab. Jadi anda bocor ke sama kamu, tak usah mikir lagi kapan, pas malam tahun baru itulah. Selama ini alhamdulillah banyak asatis, banyak majelis ngadoke di malam tahun baru, termasuk beliau dulu juga sama. Ngidupkan malam tahun baru dengan zikir, kumpul. Bukan tujuan nyambut tahun baru, bukan. Ya, dengan tujuan mungkin menarik syabab anak-anak muda untuk tidak ikut lalai, tidak ikut bermaksiat. Kedua untuk ngimbangi, takut kalau musibah balak datang karena kemaksiatan yang ada di luar, dengan adanya zikir, adanya maulid, adanya segala macam, rahmat Allah tuh turun. Walaupun bentuknya macam-macam, bentuknya macam-macam, ada yang zikir, ada yang rotib, ada yang maulid. Nah, ikhwan, malam awal Rejab termasuk malam yang mustajab. Lailatul Nisf min Sya'ban, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu. Ya, sebulan setengah setelahnya. Lailatul Aidan, malam lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang ini 4 kita dapatkan cuma setahun sekali. Tapi ada yang Allah muliakan setiap minggu kita dapatkan. Yang kelima Lailatul Jum'ah. Setiap malam Jumat malam berkah. Malam yang mustajab doa. Makanya tidak bersalah dan tidak berlebihan ketika umat Islam ini senang berkumpul malam Jumat tahlilan, ngadakan acara maulid, walaupun bukan acara maulid untuk acara, tapi kita biasa ngadakan itu. Karena kalau maulid memang tepat, Rasulullah memang nyuruh kita memperbanyak salawat. Aktsiru salata alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam Jumat. Nah, malam Jumat sering kita lewatkan begitu saja. Kadang-kadang kalau ada tahlil kita ingat malam Jumat. Dekati tahlil kita lupa malam Jumat itu adalah malam Jumat karena sibuknya kita dengan urusan dunia kita. Bahkan dulu as-salafun as-salih kalau sudah malam Jumat dari Kamis sore, bahkan ini memang dianjurkan. Sudah menyiapkan diri untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat itu dari hari Kamis. Dan mereka tidak mengenal urusan dunia di malam Jumat sama sekali. God lah. Tak ada nyentuh urusan dunia. Bahkan ba'duhum subhanallah memang di hari Jumat itu lebur urusan dunianya. Jadi dia malam itu tak kate urusan dunia sama sekali. Lah kita sekarang subhanallah hari Jumat kita hantam terus dengan dunia, bahkan sampai terlambat Jumatan. Ya, sekarang jam 12.00 Jumat. Jam 12.00 kita teriakkan terus dari dulu. Ya. Ini kadang-kadang masih nyantai. Kita para asatis kadang sudah naik pucuk mimbar, nyingok yang hadir baru 2 sob. Kalau yang ngerti yang itu tadi ustadznya paham di makmanung ngetelnya biar khutbah ini sah, sholat Jumat juga sah dengan jumlah jamaah waktu dia naik mimbar belum nyampe 40. Tapi kalau ustadz baik tadi ceramah baik dia ngocok yang nengerukun tidak sampai 40, ya tak tahu selesai langsung sholat apa dia hukumnya dia tidak paham. Ini kalian ustadz cuma dipanggil ustadz tadi. Ya, yang belajar memang harus beda dan kita harus membedakan diri kita.
Kalau sudah kamu stempel yang menunjuk nama ustaz, ya minimal ada bekal ilmu. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Yaumul Jumat, Lailatul Jumat, Lailatul Mubarakah. Ya, la turaddu fihi du'a, tak tertolak doa. Nah, kebetulan malam tahun baru ini ikhwan adalah malam Lailatul Awal min Syahrir Rajab. Malam yang tak tertolak doa. Kata ulama, derajatnya 5 ini sama. Ada yang mengatakan biasanya kalau mutakarir itu banyak itu dia tidak sehebat kalau yang datang setahun sekali. Seperti puasa-puasa sunnah. Kalau sudah datangnya setahun sekali seperti saum hari Arafah, puasa hari Asyura, hari Tasu'ah, ya puasa 6 itu nilai pahalanya lebih besar ketimbang yang kita dapatkan lebih banyak sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, untuk malam ini ikhwan yang datang cuma setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban kita song-song karena memang banyak dalil hadisnya. Malam lebaran juga. Nah, ini malam awal Rajab. Kebetulan jatuhnya pada malam tahun baru. Tak usah diagak tahun barunya. Ya, kita agak malam awal Rajab itu kita susun untuk keluarga kita duduk berzikir, beribadah. Ya, nak diselipkan niat untuk ngimbangi maksiat yang di luar, cantik. Niat memang menjalankan sunnah Rasulullah, Rasul nyuruh kita hidupkan malam itu untuk ibadah karena malam mustajab doa, maka dengan itu kita jalankan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, dapat info macam ini dari majelis seperti inilah. Mungkin kalau nak baca dari kitab itu tidak terbaca di kitab. Kalau kita duduk di majelis begitu banyak fawaid kita dapatkan. Begitu banyak ilmu bisa kita dapatkan. Kalau uang Masya Allah sekarang ikhwan, ini bulan Jumadil Akhir lah pertengahan. Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Salaf dulu 3 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan menyambut datang bulan Ramadan. Bahkan kita dididik, Rasulullah mengajarkan, ulama menegaskan, kalau sudah masuk Rajab terutama sudah mulai kita minta sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balighna. Masih 2 bulan lagi Ramadan. Baru masuk awal Rajab sudah disuruh balighna. Tapi salaf kita lebih kencang lagi mereka lakukan 3 bulan sebelum Ramadan. Dari bulan ini mereka sudah mulai melatih diri untuk membaca Al-Quran, melatih diri untuk memperbanyak salat sunnah, terutama yang belum lancar Quran. Sekarang lah, jangan kaget bulan puasa aku nak ngejus Quran sekarang betat etot maca Quran tidak pernah. Katik bucunya yang Lembang nak pacak ngejus Quran di bulan Ramadan. Sekarang ini persiapkan ikhwan. Sekarang ini bini kita persiapkan untuk memperlancar baca Quran. Kalau hari ini kita mampu setengah juz sehari, insya Allah Rajab masuk sejuz, Sya'ban mungkin sejuz setengah, Ramadan 2 juz sehari. Ini untuk orang yang biasa, orang awam. Kalau anak majelis mudah-mudahan lebih dari situ punya target. Jangan kalah sama pedagang, minta maaf. Pedagang sudah nyambut juga Ramadan. Tukang jualan sewet, tukang jualan minyak wangi, tasbih, ya, tukang jualan lidah. 4 bulan sebelum puasa lah ngejo ke di mana bagang paling bagus murah, tahan ngancap ke Bandung, tahan ngancap ke Surabaya, ndak galak tangan kedua, tangan ke satu langsung beli dari pabrik. Toko diluaskannya, tahan ngontrak cuma untuk 3 bulan jadilah. Disiapkannya ikhwan untuk dapat untung dunia. Kalau tak percaya tanyalah kawan-kawan kita, ya, yang berdagang di pasar. Minailah ngepak ngapo kalau bukan ngejip baru nyari barang saya dapat sisa. Tidak kata yang belagak lagi, saya tinggal yang sisa kalau jadi nak 4-5 bulan sebelum puasa sudah ngejok ke untuk lebaran lah diejoknya juga puasa belum macam gitu lah ngejok untuk jualan nyambut lebaran. Nah kita jangan kalah semangat sama mereka orang-orang yang maaf itu boleh-boleh saja ya ngejar dunia sampai dia Masya Allah yahummuhu hamman kabira sampai jadi pikiran dia tu luar biasa ngejok ke biar tak cukup sikok toko hewan ngejok kan nanyo kadang-kadang tak malu-malu maaf nanya sama ustad daerah ustad ada ruko kosong tak ada kios kosong nanya sama ustad subhanallah dia tahu ustad banyak channel iya ustad bukan nanyo tadi tuh urusan dunia kalau ada ruko yang kosong kios yang kosong apa nak muka cabang setengah bulan setengah tahun jadilah dia subhanallah. Nah, kita jangan kalah dengan mereka kita persiapkan diri kita untuk nyambut bulan Ramadan. Dari kapan? Dari hari ini, dari sekarang. Ya, yang maaf masih malas-malasan sholat berjamaah, dari sekarang kencengkan sholat berjamaah. Yang masih Senin Kamis sholat sunnah, ba'diyah qobliyah, sholat duha, sholat witir, jangan nunggu witir bulan Ramadan. Dari sekarang kita sudah mulai melatih, bahkan dari kemarin. Witir adalah bagian kehidupan kita. Jangan pernah kita lepaskan.
Tak sanggup jadikan qiyamul lail sebelum tidur kita lakukan. Ba'da solat isya kita lakukan solat witir. Solat duha, solat qobliyah, solat ba'diyah. Termasuk sedekah. Belajarlah almarhum masya-Allah tabarakallah. Beliau diberikan Allah nolong wong. Wong susah banyak. Mentok kebingungan dengan izin Allah. Bahkan dengan masya Allah tabarakallah. Hal-hal yang kadang-kadang tak masuk di akal kita. Tapi inilah maziah dari Allah. Beliau berkat duduk dengan para asatidz, dengan wong baik. Dapat duit bukan dikempeli. Bukan meliru kos panjang jalan Azhariani, tapi beliau infakkan, beliau sedekahkan. Nah, nikmat lagi ketika kita duduk sama orang-orang soleh, orang berilmu, bakal ngajak kita di mana nguntakan yang paling tepat. Kapan waktu yang paling tepat, bukan cuma sedekah baik. Diarahkannya ke pesantren, ke pondok pesantren, ke majelis taklim. Lalu kapan waktu yang tepat, diajarkan pulang. Macam kemarin ada orang nak sedekah, nak membantu ke duit. Hari Kamis, Ustaz, kaget belah. Besok Jumat, lebih besar pahala kau. Nah benar juga Ustaz. Tapi hari Kamis Nabi akan mentuk sedikit dulu Ustaz ya. Jumat mentuk ke banyak. Dekat sama Ustaz, jadi tahu, diingatkan. Ya kalau kita mentuk ke baik, kadang-kadang tak tahu kapan waktu bisa dapat kekayaan berlipat-lipat kan. Macam wong dunia juga ikhwan. Tahu kapan waktu diskon. Kapan waktu ada beli 3 dapat 5. Kita ni tahu beli sikok dapat sikok itulah. Nah, urusan akhirat lebih banyak dari itu. Ya, urusan akhirat lebih banyak dari itu. Cuma nak tahu dari mana? Kalau nak tahu urusan dunia, tanya orang pintar dunia. Kalau nak tahu urusan akhirat, kapan pahala dengan duit dikit, sedekah dikit, amal dikit, pahala berlipat-lipat ganda, duduklah sama ustaz. Duduk dengan para alim ulama. Dengarkan nasihat mereka di majlis-majlis. Insya-Allah kita bakal dapat banyak sekali jalan-jalan yang baik, yang bahkan bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah dengan tanpa terlalu capek, tanpa dengan modal yang besar, tapi kita mendapatkan keuntungan yang besar. Sepertilah itu orang-orang dunia berusaha memanfaatkan dengan modal yang sedikit, tidak capek, duduk manis di rumah, duit masuk, untung banyak, tapi kita tidak pakai untuk dunia. Teori itu kita pakai untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat seluas-luasnya kepada almarhum Ustaz Taufik Hidayat, menjadikan kuburannya raudhah minal jinan. Allah berkahi istri beliau, anak beliau, menantu beliau, cucu beliau, semua orang yang hadir bersama beliau. Dan tempat ini diberkahi Allah, majlis ini diberkahi Allah insyaallah taala. Semua kebaikan yang pernah beliau lakukan mudah-mudahan bisa dipertahankan, dilakukan oleh anak keturunan dan menantu beliau. Dan insyaallah mungkin ada niat-niat Ustaz, sebelum ada doa, ada yang akan kami sampaikan. Kenalkanlah, nama saya Bapak Muhammad Ramadhani Baijuri, yang mertua daripada Ustaz Taufik. Jadi istri saya Umar Haji Haningwati itu sudah 3 bulan, 6 bulan, sudah sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa makan disuap, sekarang ada di dalam. Jadi bawa Haji Haningwati ke sini, nginap di sini, digendong. Jadi sebanyak undangan hadirin sekalian, Ustaz-Ustaz Haji, mohon doanya. Mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah, akan disembuhkan oleh Allah, mustajab dari ustaz-ustaz. Jadi minta tolong, itu istri saya namanya Mas Amah binti Muhammad Mutar. Itu istri saya, sudah 6 bulan semenjak dari anak Covid sakitnya. Jadi minta tolong dan saya doa yang mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Amah binti Muhammad Mutar, istrinya. Itu saya, terima kasih. Ya siap, insyaallah Pak. Kita tutup dulu, nanti kita minta kepada Habib Umar Ustaz Muhsin untuk mendoakan syifa insyaallah. Hakata ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah, taufik istiqomah untuk mendatangi majlis-majlis yang baik, berkumpul dengan orang yang baik, akan menjadikan kita jadi orang baik insyaallah taala. Almarhum insyaallah semua keluarga beliau diberikan keberkahan, anak keturunan beliau berkah, harta beliau pun berkah ila yaumil qiyamah insyaallah taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan orang-orang seperti beliau yang banyak yang memberi manfaat untuk umat, bahkan bukan hanya orang muslim, orang kafir pun mendapatkan keberuntungan. Dan insyaallah kita semua diistiqomahkan Allah dalam taat, panjang umur dalam sehat walafiat, dan kelak wafat dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Selanjutnya kita mintakan doa syifa sesuai dengan hajat Bapak tadi kepada guru kita Ustaz Muhsin. Waalaikumsalam. Al-Fatihah biniyat asy-syifa was-sihah wal-lutuf wal-afiyah li Mas Amah binti Muhammad Mukhtar wa Nur Hasni binti Busan wa Edi Gunawan bin Superman. Anallaha
اشفهم شفاء عاجلا ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادره بعده سقما ولا ألما الله الدنيا وكنيا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنتفع بها المصلي والسامع والمستمع. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. اللهم يا شافي أنت الشافي. اللهم يا شافي أنت الشافي. اللهم يا شافي أنت الشافي. اشفي مرضانا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء. اشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا ولما شفيت مرضانا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Ustaz, tak tarkin zikir Ustaz. Tarkin zikir enggak? Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad